ازيكم يا سنة أولى عاملين ايه؟ إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن الجزء التاني من الدرس الأول اللي بيتكلم عن نمو وتوزيع السكان في قارة أفريقيا. النهاردة بقى إن شاء الله هنعرف المناطق اللي فيها كثافة سكانية مرتفعة، الأماكن اللي فيها كثافة سكانية متوسطة، والأماكن اللي فيها كثافة منخفضة، والأماكن اللي فيها كثافة نادرة. أول حاجة هنتكلم عنها وهنعرفها إن التوزيع السكاني في قارة أفريقيا بيختلف من مكان للتاني، يعني مش كل مكان في عدد سكان زي التاني. في أماكن فيها كثافة عالية، وأماكن فيها كثافة متوسطة، وأماكن فيها كثافة منخفضة. أول حاجة بقى هنتكلم عنها خالص المناطق اللي فيها كثافة سكانية مرتفعة. طب زي إيه الأماكن دي؟ وادي النيل والدلتا في مصر، وزي النيل الأزرق في السودان. طب ليه الأماكن دي فيها ناس ياما؟ قالك بسبب حاجتين: المياه العذبة والتربة الخصبة. تاني أماكن بقى فيها كثافة عالية برضو، قالك السواحل الشمالية الغربية والجنوبية الشرقية. طب قالك ليه بقى الأماكن دي فيها ناس ياما؟ قالك بسبب أول حاجة اعتدال المناخ، تاني حاجة بسبب التربة الخصبة والمياه العذبة. طب تفتكروا بقى ايه أكتر المناطق اللي فيها سكان كتيرة؟ قالك مدينة لاجوس في نيجيريا ومدينة القاهرة في مصر. طب ايه النتائج بقى المترتبة على زيادة عدد السكان في بعض المدن الأفريقية؟ أدى إلى زيادة الضغط على موارد الدولة، وده بيتطلب وضع خطط تنموية لسد حاجة السكان من الحاجات الأساسية. تاني حاجة هنتكلم عنها بقى هي أماكن ذات كثافة سكانية متوسطة. قالك بقى يا سيدي إن الأماكن دي متفرقة في قارة أفريقيا، في شوية جوه القارة وشوية على السواحل. طب الأماكن دي زي إيه؟ زي أماكن استخراج المعادن وأماكن استخراج الطاقة الحفرية زي الفحم والبترول والغاز الطبيعي. وكمان في الأماكن المرتفعة اللي مناخها معتدل. زي هضبة الحبشة وهضبة البحيرات الاستوائية. تالت حاجة بقى هي المناطق اللي الكثافة السكانية فيها منخفضة. قالك زي مناطق الرعي والزراعة في نطاق السافانا والستيبس. ببساطة يعني هي حاجة بسيطة خالص. رابع حاجة بقى هي المناطق اللي فيها كثافة سكانية نادرة. زي ايه بقى؟ زي المناطق الصحراوية. طب ليه بقى في ناس قليلة في المناطق الصحراوية؟ قالك بسبب قلة المياه العذبة والظروف المناخية الصعبة. تاني حاجة بقى مناطق المستنقعات. طب ليه مفيهاش ناس ياما بقى بتعيش؟ قالك بسبب صعوبة الحركة وقلة الأنشطة الاقتصادية وانتشار الأمراض. بعد كده بقى هنتكلم عن المشاكل السكانية اللي بتواجه قارة أفريقيا. قالك عندنا 3 مشاكل. أول مشكلة فيهم زيادة عدد السكان بشكل لا يتناسب مع معدل النمو الاقتصادي، وده بيؤدي لزيادة الضغط على الخدمات وزيادة استهلاك الموارد زي المياه والطاقة والمحاصيل الزراعية، وبالتالي ده هيقلل نصيب الفرد من الموارد الطبيعية، وده بيهدد الأمن الغذائي والمائي في القارة. طب يعني إيه بقى يا مستر الكلام المجعلص ده؟ يعني دلوقتي إحنا في البيت أسرة مكونة من 4 أفراد، فبابا جاب لنا تورتة، فهيجي هيقسمها على كام؟ هيقسمها على 4 أفراد. طيب بابا ربنا كرمه وخلف جاب توأم، لما هيجي يجيب تورتة تاني هيقسم التورتة دي على كام؟ بدل ما كان بيقسمها على 4 هيقسمها على 6. يبقى أصبح أنت نصيبك أنت كفرد قل في التورتة. هنا بقى اسمه بيهدد الأمن الغذائي بتاعك، إن أنت نصيبك بيقل. أنت كده بدل ما كنت بتاخد ربع بقيت بتاخد تمن، مبقتش بتشبع زي الأول. طب يبقى إيه بقى الحل هنا بقى؟ لازم بابا يزود الدخل بتاعه عشان يقدر بدل ما كان بيجيب توتة صغيرة يجيب توتة أكبر شوية، تقدر إن أنت تاخد زي الأول. يبقى هنا نستنتج اللي كل ما عددنا زاد أنا نصيبي في التورتة قل. نرجع بقى للدرس بتاعنا. يبقى هنا كل ما زادت الكثافة السكانية نصيب الفرد من موارد الدولة بيقل. زي ما قلنا كل ما ارتفعت الزيادة السكانية انخفض مستوى الأمن الغذائي والمائي، انت نصيبك بيقل في الخدمات. تاني مشكلة بقى بتقابلنا سوء توزيع السكان داخل القارة. تالت مشكلة ارتفاع نسبة صغار السن. زي ما احنا عارفين طبعا ان فئة صغار السن دي فئة محتاجة رعاية والماء والخدمات الصحية والتعليمية، فهي فئة غير منتجة.
فدي في حد ذاتها برضه مشكلة بتقابلنا، ودي بتيجي بسبب برضه الزيادة الطبيعية وكثرة الإنجاب. بعد كده بقى هنتكلم عن محاولات الدول الأفريقية لحل المشاكل السكانية الموجودة. قالك عن طريق 5 حاجات. أول حاجة لازم يحطوا خطة لخفض معدل الزيادة السكانية. عن طريق إيه بقى؟ قالك عن طريق تنظيم الأسرة وزيادة الوعي بأهمية الأسرة الصغيرة. تاني حاجة عن طريق رفع سن الزواج وتجريم الزواج المبكر. تالت حاجة لازم يهتموا بدعم المرأة اجتماعيا ويوفروا لها فرص تعليم ورعاية صحية. رابع حاجة بقى إقامة العديد من المشروعات الاقتصادية لسد حاجة السكان اللي هي التنمية الاقتصادية أو. خامس حاجة بقى يعملوا مدن جديدة عشان لإعادة توزيع السكان وتخفيف الضغط على المناطق اللي فيها كثافة سكانية عالية، زي العاصمة الإدارية الجديدة عملها عشان يقلل الكثافة السكانية في القاهرة. وبكده نكون خلصنا الدرس الأول إن شاء الله. يا رب أكون قدرت أوصله لكم بطريقة سهلة وبسيطة.